بريزنت بيرفكت صح؟ احنا خدنا قبل كده البريزنت بيرفكت صح؟ طيب انا عندي هنا البريزنت بيرفكت كونتينوس المضارع التام المستمر. كله بقى ركز معايا كده بعد اذن حضرتك. الاول كده تعالوا فكروني، هو احنا لما خدنا المضارع التام يعني ايه مضارع تام؟ حدث بدأ في الماضي وله او حدث لسه منتهي او حدث لسه او سؤال عن خبرات. تعال نفتكر لما اجي اقول لك هنا ايه، هو عمل حادثه دلوقتي في المستشفى. هو عمل الحادثه صح، بس اثرها ان هو ده ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ فاقول هي ميد ولا هي هاز ميد؟ تمام. بس عمل الحادثه ولا ما عملهاش؟ يعني الفعل حصل، مش كده؟ لما قلنا حتى في تشابه ما بينه وما بين الماضي. لما اجي اقول لك انا لسه مخلص وقت، ده لسه خلصان صح؟ يبقى ده ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ مضارع تام. يعني اقولها I finished ولا I have just finished؟ صح كده؟ بس انا لسه مخلص وقتي ده مش خلص ولا لسه ما خلصش؟ خلص. يعني في كل الحالات المضارع التام الفعل فيه حصل، مش كده؟ يعني ايه بقى المضارع التام مستمر؟ طب بص، المضارع التام المستمر دوت انا هقول لك بيتكون من، ركز معايا. هنا بيتكون من السبجكت الفاعل بلس have او has بلس been بلس verb بلس ing. الاول كده انا عايز اسمع من كل الناس كده بعد اذن حضرتك. هو انا امتى يا جماعه بقول have او has زائد been زائد ing في الانجليزي؟ ده مش باسف اكيد، التاني تصريف تالت. يعني ايه؟ يعني ايه حاجه مستمره؟ ما كل الاي ان جي حاجه مستمره. عايز جمله كده فيها have او has زائد been زائد ing. بصوا يا جماعه، الازمنه دي في ربع المنهج يونت 1 و 2 و 3. انتوا بقى للاسف عندكم كارثه في الازمنه، تعالوا نوضحها ونقول ايه هي. وخد بالك الازمنه دي بتمثل 80% من الجرامر. يلا كده اسمع منكم، انا ذاكرت دي في انهي زمن؟ صح، قولها بالانجليزي. I studied. انا سوف اذاكر دي في انهي زمن؟ قولها بالانجليزي. I will study. صح، انا اذاكر ده في انهي زمن؟ قولها بالانجليزي. I study. اشمعنى دول بتقولهم صح؟ اقول لك ليه. يعني ايه بالعربي الماضي؟ حاجه حصلت. يعني ايه مستقبل؟ صح. يعني ايه مضارع؟ فانت فاهم معنى الزمن بالعربي. يعني ايه مستقبل تام؟ تام. مستقبل تام، مش عارف تسكت، عشان كده ما بتعرفش تستخدمه. طب يعني ايه مضارع تام مستمر؟ مشكلتنا في الازمنه ان احنا مش عارفين معنى الزمن. بص بقى كده، دائما اهم ما في الزمن معناه. يعني كلمه مضارع تام مستمر او بستخدم هاف وهاز زائد بين زائد اي ان جي امتى؟ لما يكون التعريف اهو حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. وما زال ايه؟ لما جينا في المضارع التام قلنا هو عمل حادثه دلوقتي في المستشفى. هو عمل الحادثه صح، ليها اثر ان هي فين؟ بس عمل حادثه وما عملهاش، يعني الفعل تم. لكن لما اجي اقول لك انا بشرح بقالي 5 دقايق حتى الان، انا بدات من قد ايه؟ خلصت ولا لسه؟ يعني ما زلت مستمر. ده التام المستمر، ده التام. يبقى الفرق بين المضارع التام والتام المستمر هناخدها من اسمها. المضارع التام الفعل فيه حصل، المضارع التام المستمر الفعل ما زال. يعني ما اجي اقول لك جمله زي كده، بقول لك هنا مثلا مثال زي ده، هقول لك هنا اهو it has been raining. الدنيا بتمطر for 3 hours. بقالها هنا مثلا اهي، هقول لك for 3 hours up till now.
حتى الآن. رد عليها صحيح. الدنيا بتمطر بقالها 3 ساعات حتى الآن، يعني بدأت من امتى؟ خلصت ولا لسه؟ طب اسمعني كده. اللي ما كانش حاضر معانا المضارع التام المستمر، حاول تجمع المضارع التام ده. هقول لك الفرق بين المضارع التام والتام المستمر هنا اهو في كلمتين. انا هاخد الفرق بين المضارع التام والتام المستمر من العنوان. ادي البريزنت بيرفكت اللي خدناه المره اللي فاتت، المضارع التام. وادي المضارع التام المستمر. انا عايز اخد الكلام ده من العنوان بتاعه. بص كده، قول لي كده يعني ايه بريزنت بيرفكت؟ يعني ايه مضارع؟ خليك فاكرها مضارع تام. هقول لك المضارع التام الفعل تم. الفعل ايه؟ المضارع التام المستمر هقول لك الفعل ما زال مستمر. الفعل ما زال. يعني بص كده الفرق ما بين الجملتين دول، وانت تعرف الفرق ما بين التام والتام المستمر. لما اجي اقول لك ايه؟ It has rained. It has rained for 3 hours. مطرت لمدة 3 ساعات. Now the sky is clear. دلوقتي السما صافية. ردوا عليا. مطرت ايه؟ دلوقتي السما صافية. يعني لسه بتمطر؟ هي دلوقتي السما صافية يعني لسه مخلصة. بس الفعل كده لسه مستمر ولا تم خلاص؟ تم خلاص. ده المضارع التام. ارجع تاني. بتمطر بقالها 3 ساعات حتى الآن. هي بدأت خلصت ولا ما زالت مستمرة؟ يبقى تام ولا تام مستمر؟ يبقى ده كده التام المستمر. طيب في هنا كده شوية كلمات. طبعا الزمن عرفناه من عنوانه. الكلمات دي يا جماعة نعرفها ككلمات. أحيانا بتلاقيها في الجملة وهي حتى من اسمها بتبان إن فيها استمرار. كلنا عارفين كلمة ستيل. يعني ايه ستيل؟ ما زال. هو انا لما اقول لك ما زال يعني لسه مستمر. عندي كلمة اسمها all طوال. عندي كلمة زي up till now حتى الآن أو now. عندي كلمة how long. بقول لك ايه؟ بقالك قد ايه بتسمعني؟ بقالك قد ايه؟ انت بتسمعني من شوية. خلصت ولا لسه؟ يعني بدأت وما زلت. يبقى تام ولا تام مستمر؟ فأقول لك how long have you been listening to me. يبقى أنا ازاي في الامتحان بقى؟ وركز كده في الأمثلة ديت. يقول لك في الامتحان إيه؟ أدي مثال. يقول لك his base in that factory. هو يعمل في هذا المصنع since 2010 من 2010. and he is still وما زال. قال لك اختار works ولا has worked. ويقول لك هنا has been working ويقول لك works او هنا worked. سنة بعد اذنك. هو بيعمل في هذا المصنع من منذ 2010 وما زال. يعني ما زال؟ يعني ده حدث بدأ في الماضي وما زال. يبقى تام ولا تام مستمر؟ يبقى has worked ولا has been working؟ خد بالك على has been working اللي قالها worked انت حولتها باسف. has been زائد اي ان جي. خد بالك الزمانين دول موجودين في ريت 1 و 7. عشان كده 7 بتاخد في حصه واحده. يجي يقول لك في الامتحان جمله زي كده. بص المثال ده. لما اجي اقول لك هنا ايه؟ I supposed to call you all day. بحاول اكلمك طول اليوم. But you don't answer. لكن انت ما بتردش. بقول لك اختار I tried ولا I have tried. وبقول لك هنا I have been trying.
وتراي بس. استنى كده. بحاول اكلمك طول اليوم. اكيد انا بقول لك الجمله دي وانا بكلمك في التليفون، صح؟ ده انا بكلمك طول اليوم لكن انت ما بتردش. يعني انا من اول النهار ولحد دلوقتي لسه. خليك ذكي. هي مش كلمه مستمر يعني خد وقت. ما هي طول اليوم دي معناها انا خدت ايه؟ في الحاله دي يبقى ده تام ولا تام مستمر؟ يبقى ترايد ولا هاف ترايد ولا هاف بين ترايد؟ ده في مشكله؟ طب اللي جاي دي بقى دي غلطتكم في كل الازمنه. في يونت 1 وفي 2 وفي 3. بعمل انا كده تشيك على الحاجات، بقول للمساعدين ايه طلعوني كده في الامتحان اعلى نسبه اخطاء. واشوف انا اكتر ناس بعتت اسئله، ما هو انا بنقي الاسئله اللي اتبعتت اللي فيها شغل. لقيت مثلا ناس كتير قوي كانت جمله بتقول لك مش عارف ايه كده كان طعمها حلو، فالناس مختاره بوست تيستنج وهي تيستد. الاقي في الواجب في الامتحان كان في جمله هو كان عايز ابنه يبقى دكتور، والناس مختارها was wanting وهي wanted. اسمع بقى اللي هقوله. الملحوظه دي في منتهى الاهميه بعد اذن حضراتكم وما تنسوهاش. هقول لك هنا اهو الملحوظه دي في حاجات يا جماعه ما بتجيش مع جميع الازمنه المستمره. ما فيش زمن مستمر بنستخدم فيه الحاجات دي. هقول لك هنا لا نستخدم المضارع التام المستمر، ونستخدم المضارع التام فقط مع ايه بقى اول حاجه ديت؟ اول حاجه ممنوع انك تستخدمها مع ماضي مستمر، مع مضارع مستمر، مع ماضي تام مستمر، مع مستقبل مستمر. 5 ازمنه في يونت 1 و 2 و 3 هتغلطوا فيهم كلهم بسبب التعليم. ممنوع استخدام المضارع التام المستمر مع واحد، مع حاجه اسمها الستاتيف فيربس اللي هي افعال الحاله، اللي هي الحواس والشعور ومش عارف والادراك، حاجات زي كده كلهم في الكتاب هوريهم لك. منهم مثلا الفعل ده، عندك فعل اسمه want، فعل اسمه no، فعل اسمه have، وعندك كمان be، وعندك see. حاجات كتيره جدا هنشوفهم كلهم دلوقتي. دايما في الزمن ده بيلعب بالحته دي. يعني في جمله خد بالك دايما وانت بتحل في الكتاب كل ما ورد ثانويه عامه عندك. انا سبب اختياري للكتاب جيم والمعاصر الكاملين اسئلتهم لان دول غشاشين زي حالاتي. بيعملوا ايه؟ بيجوا في الجرامر يحطوا كل جمل الثانويه العامه من سنه 2000. فانا حاطط كل الجمل بتاعتهم كامله علشان كل الجرامر، وفي حاجه بتتكرر. في جمل انت حليتها في الواجب ده في امتحان السنه اللي فاتت دور اول وتاني، والسنه اللي قبلها دور اول وتاني. من ضمن الجمل اللي وقع بيها الطلبه، بص الجمله دي يقول لك ايه؟ دايما يجيب الجمله دي يقول لك في الامتحان I space a new car، انا عندي عربيه جديده for a year now، بقالي سنه حتى الان. ويقول لك اختار I have had ولا I had had، ويقول لك هنا I have been having ولا have بس. يلا معايا. انا عندي عربيه جديده بقالي سنه حتى الان. العربيه معانا امتى؟ وما زالت. يبقى ده مضارع تام ولا تام مستمر؟ تبقى الاجابه ايه؟ have been having. وده 3/4 الطلبه اختاروا كده. الفعل have بمعنى يملك ما بيجيش مع الاستمرار نهائي. يعني هنا لو مضارع التام مستمر ومضارع التام اختار المضارع التام. مع الماضي المستمر لو ماضي مستمر اختار ماضي بسيط. يعني هنا في الحاله ديت هنا ما ينفعش مع الفعل هاف بمعنى يملك، لان في حاجات تانية ما ينفعش بمعنى يملك يجي مع الازمنه المستمره. في الحاله دي هنستخدم مضارع تام مستمر ولا مضارع تام بس؟ هو المضارع التام بيتكون من ايه؟ هاف او هاز وتصريف. طب ادي هذا اهي،
الثالث للفعل هاف اللي بمعنى يملك. يبقى هاف الاولى المضارع التام، وهات التصريف الثالث للفعل هاف اللي بمعنى يملك، يبقى هاف هاد. اسمع المثال ده. لما تيجي تقول لي هنا ايه؟ انا عارفه بقالي 3 سنين حتى الان. وانا عارفه من امتى؟ وما زلت. يبقى ده مضارع تام ولا تام مستمر؟ يوم الطالب يقول لك I have been knowing him، لا، الفعل انه ما بيجيش في الاستمرار. يبقى اقولها I have been knowing ولا I have known؟ دي حاجه. تاني حاجه ممنوع استخدامها مع الازمنه المستمره كلها. الافعال دي هقولها لك، دي مهمه جدا جدا. تاني حاجه ما بتجيش مع الازمنه المستمره عند ذكر عدد مرات حدوث الفعل. عدد مرات ايه؟ لو قلت عدد المرات ما تستخدمش لا مضارع تام مستمر ولا ماضي بسيط. لا تام مستمر ولا ماضي. يعني يقول لك هنا ايه؟ اسمع كده. انا شربت 3 فناجين قهوه حتى الان. هما كام فنجان؟ انا بدات وما زلت، صح؟ يبقى ده تام مستمر، بس انا قلت كام؟ طالما ذكرت العدد ما ينفعش استخدم غير المضارع التام. يعني ما ينفعش اقول I have been drinking، اقولها I have drunk، اقولها I have. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه؟ بص المثال ده. I space my uncle، انا حاجه عمي 3 times، 3 مرات this month، الشهر ده. قال لك اختار I visited ولا I have visited. ويقول لك هنا have been visiting وعندك كلمة visit. استنى، ممكن طالب يلخبط يقول لك ايه؟ انا زرت عمي 3 مرات الشهر ده، زرت visited. لا، عند ذكر عدد مرات حدوث الفعل ما ينفعش استخدم غير مضارع تام. تبقى الاجابه ايه؟ سمعني صوتك. I have visited. ثالث واخر حاجه ما بتجيش مع المضارع التام المستمر. 3 يقول لك هنا ممنوع استخدام المضارع التام المستمر مع، هقول لك هنا مع الافعال التي لا تستغرق وقت. فعل زي open، فعل زي close، فعل زي start. افتح الكتاب. هتفتحه في قد ايه؟ في ثانية. خدت وقت؟ اقفل الباب. هيتقفل في قد ايه؟ ثانية، صح؟ هو ينفع افتح واقفل تاخد وقت؟ وكلمة مستمر يعني خد؟ يبقى ما ينفعش تيجي في استمرار. ثواني بقى. يبقى الفرق ما بين التام والتام المستمر يا جماعة ان التام الفعل تام، المستمر الفعل ما زال. ده الفرق ما بينهم. بس في حاجة بقى. بتاعة دي بقى اللي هي افعال الحالة دي، انت هتغلط فيها مش في اللجنة النهارده قدامي، بس لو غلطت فيها النهارده دي تفرق معاك في كل الازمنة المستمرة. بص عندك كده في الكتاب، افتح لي صفحة 36 عندك في الكتاب. 36 في عندك هنا في صفحة 36. ركز بقى معايا. اكتب عندك على الافعال اللي فوق ديت، اكتب على الجدول اللي فوق ده، اكتب لي عندك كده حفظ. اكتب عندك حفظ هام جدا، حفظ وهام جدا، ما بين اقواس كده اكتب عندك لا تأتي هذه الأفعال مع جميع الأزمنة المستمرة. لا تأتي هذه الأفعال مع جميع الأزمنة المستمرة. أولا الأفعال دي تقريبا انتوا عارفينها، بس هي المشكلة تبقى انت فاكر. بص عندك يا سيدي، ايه أول حاجة عندك اللي هي ايه؟ اللي هي الحواس. في عندك سي هير تيست يتذوق، اللي مش عارف حاجة ترجمها.
سميل يشم، لوك ينظر. بعد كده الافعال بتاعت الافكار والحاجات ديت زي think يعتقد، imagine يتخيل، نو يعرف، الصوت بس اللي انت مش عارف اكتبه. understand يفهم، مين يقصد، remember يتذكر، agree يوافق، believe يعتقد. بعد كده افعال الفيلينج والايموشن المشاعر والاحاسيس زي like dislike يحب يكره، want يريد، love يحب، hate يكره، wish يتمنى، prefer يفضل، forgive يسامح. ترجم عندك forgive. trust يثق فيه، miss يفتقد، need يحتاج. في عندك هنا الافعال اللي هي تخص الملكيه. اول كلمه possess و own اكتب على الاثنين، يملك. belong to يخص، belong to يخص او ينتمي الى. وهاف يملك برضه، وهاف يعني يملك برضه. في عندك اخر حاجه اللي هي افعال الميجرمنتس المقاييس زي ايه؟ measure يقيس، weigh يعني يزن، يوزن حاجه، measure weigh. استنوا كده، احنا قلنا الافعال دي ما بتجيش مع جميع الازمنه ليه؟ مستر بس انت مره واحنا بناخد الماضي المستمر قلت لنا انا كنت بتناول العشاء وقلت I was having، صح؟ الافعال دي ما بتجيش مع الازمنه المستمره الا لو جت بمعاني غير معانيها، اللي هم يبقى عندك بص تحتهم في الجدول تحتهم هتلاقي عندك هنا اهو. لاحظ ان بعض الافعال منها تستخدم في الازمنه المستمره حسب المعنى. يعني عندك الفعل think يعتقد، لو جيب معنى يعتقد ما ينفعش يجي في الاستمرار. يعني ايه؟ لو جيب معنى يفكر فيه يجي في الاستمرار. بص لي كده، انا كنت بعتقد، مش ده ماضي مستمر؟ الناس اللي حضرت انا كنت بعتقد اقولها I was thinking؟ لا، تخليها ماضي بسيط I thought. طب انا كنت بفكر، ينفع I was thinking. have يعني يمتلك، وهاف يتناول، لو كانت يمتلك ما تجيش بالاستمرار. انا كنت بمتلك سياره I was having a car، لا تقولها I had. بدل ماضي مستمر تبقى ماضي بسيط. طب انا كنت بتناول العشاء، تنفع I was having. يعني من الاخر انت هتحفظ اللي هي بالمعاني دي ما ينفعش يجي في اي زمن مستمر. اي معنى تاني ليها غير كده يجي في الاستمرار عادي. طيب نرجع تاني على صفحه 18. ده كده الحاجات دي تتحط في الكشكول مع اللي فات. في عندك هنا كمان من ضمن الجمل اللي جات لي، يلا كده معايا سريعا كده عشان نشوف الناس حلت ازاي، وبعد كده كل الناس تبعت الاسئله. هخلي المساعدين يطلعوا الفيديو بتاع الحل، بكر يقول الحاجات العاديه، الحاجات اللي فيها شغل انا بقولها. تعالى كده لو بصينا على الجمله رقم 11، يلا دي من ضمن الاسئله اللي جت. بيقول لك هنا ايه؟ the village street are muddy. يعني ايه ماضي يا جماعه؟ هو انتوا بتحلوا من غير ما تترجموا. بصوا في ناس طبعا قاعده، ممكن يبقى حد ما كانش حاضر يبقى قاعد ايه متضايق، عايزني بقى ابدا في اليونت، ما بيحبش الحل. لا ما انا عارف، ما انا شايف وفي ناس حلت بس ما ترجمتش. هوريك كمان شويه حاجه هتفهم انت بتعمل ايه، بس كمل. بيقول لك هنا ماضي، كلمه ماضي يعني طينه، ماضي يعني موحله مطينه يعني. بيقول لك شوارع القريه are muddy because it's not all night، لانها بتمطر طول الليل. طول مش فيها استمرار، تبقى الاجابه ايه؟ قولوا has been raining. وعشان ما تشكش ما حطلكش has rained كمان. طب 12 he is still doing his exercise، ما زال بيعمل التدريب. he nodded for 2 hours now، بيعمله بقاله ساعتين حتى الان. ها هو بدأ خلص ولا ما زال؟ يبقى تام ولا تام مستمر؟ يبقى الإجابة إيه؟ يبقى has been done. تمام. طبعا نفس الفكرة بتنطبق على 17 و 18 لو حد بعت. تعالى كده في الصفحة اللي بعدها صفحة 19 الجملة رقم 24. في هنا بيقول لك ايه؟ I haven't seen وائل. يلا معايا كده I haven't
عايزين سين واحد the last time we met in the village. عملتوها ايه؟ ليه سنس؟ احنا قلنا فور. لا كنت كاتب لك فور معاها ذا لاست صح؟ وسنس معاها لاست. لكن امتى سنس ذا لاست؟ طب بصوا بقى كده، في حاجات انا ببقى قاصد اخبيها وما اقولهاش غير في الاسئله غير لما تغلط فيها. اولا دي بقى حاجات ما بين السطور زي اللي انت شفتها كده بتاعت السالفه بتاعت بينج والحاجات دي. بمعنى ايه؟ ركز في الحته دي. انت عندك هنا، ركز بقى في الحته دي. عندنا كنت انا قلت لك في قانون ثابت ما تنساهوش. القانون ده بيقول لك ايه؟ انا عندي كلمه فور دائما معاها ذا لاست. معاها ايه؟ وعندك سنس دائما معاها لاست. معاها تمام. ولكن ساعات بيجي معاها ذا لاست. امتى بقى؟ بص حضرتك، فور ذا لاست بلس بيريد اوف تايم، مده زمنيه. يعني اقول لك ذا لاست ويك الاسبوع اللي فات، ذا لاست مانث الشهر اللي فات الى اخره. سنس معاها لاست برضه بلس بيريد اوف تايم، مده زمنيه. يعني لاست ويك لاست مانث الى اخر ده المتعارف عليه في جميع الكتب. استاذنك كده رد عليا يلا. لو في ذا لاست هنختار ايه؟ رد ها. لو في لاست هنختار ايه؟ الحاله الوحيده اللي يبقى فيه ذا لاست واختار سنس لو جيت قلت لك هنا ذا لاست وراها غالبا كلمه تايم، او من الاخر كومبليت سنتنس سبجكت بلس فيرب، فاعل وفعل، اللي هو زمن الباست سيمبل. يعني انا مستر الكلام ده. اسمع كده معايا. هي كلمه ويك دي يعني ايه؟ مش دي مده؟ ومانث دي يعني ايه؟ مش دي مده؟ طب لما اقول لك احمد سافر، احمد ايه؟ هي دي مده ولا فاعل وفعل؟ في الحاله دي بستخدم مع سينس ذا لاست. اسمع تاني. يعني ايه؟ لما يجي يقول لك في الامتحان جمله زي كده، يقول لك هنا I haven't met her، ما قابلتهاش. يقول لك هنا the last time، اخر مره we were in Alex، اخر مره كنا في اسكندريه. قال لك اختار فور ولا سنس، ويقول لك هنا اجو، وعندك كمان كلمه يت. معايا كده؟ في واحد بيقول لك ايه ده ذا لاست اختار فور. لا استنى يا حبيبي، ذا لاست تايم وي وير، احنا كنا. هي احنا كنا دي يا جماعه مده ولا فاعل وفعل؟ واحنا قلنا لو كلمه ذا لاست وراها فاعل وفعل يبقى هنستخدم ايه؟ فور ولا سنس؟ يبقى سيادتك كده عشان ما توجعش دماغك اسمع كده يلا معايا كده على طول. ذا لاست هنختار فور، ذا لاست هنختار لاست، هنختار سينس، لاست هنختار. الحاله الوحيده اللي تبقى ذا لاست واختار سينس لو وراها فاعل وفعل. لو وراها فاعل في جمله هجيبها لكم في امتحان الحصه الجايه، هكتبها لكم وفكروا فيها لحد الامتحان لو عرفتوا تحلوها. انا بتكلم جد على فكره. الجمله بتقول ايه؟ يلا كده معايا. بقول لك هنا I haven't seen her، انا لم اراها since last week، من الاسبوع اللي فات. الجمله الثانيه I haven't seen her for the last week. ايه الفرق بينهم في المعنى؟ لو بص هجيب لك السؤال ازاي كمان. في اسئله بتيجي في الامتحان بيبقى عايز المعنى. بص هكتبها لك ازاي.
هاجي اقول لك هنا I haven't seen her for the last week. ما شفتهاش الاسبوع الماضي دوت. This means ده معناه I still haven't seen her، ما زلت لم اراها، ولا I saw her. واختار بقى الاجابه. ابقى قولها لي في الامتحان. بس هقول لك على حاجه، انت هتقول لي سنس بيجي وراها البدايه، يعني ما شفتهاش منذ اسبوع، يعني الاسبوع اللي فات كله ما شفتهاش، صح؟ هتقول لي والتانيه ما شفتهاش لمده اسبوع، يبقى هي نفس المعنى. فكر فيها وحلها. انا بقول لك مش عايز اسمع الاجابه. جايبه لكم في الامتحان الجاي حلوها. في الامتحان المره الجايه اكيد مش هقولها لك طالما قلت لك في الامتحان، يبقى نحلها بعدين. يلا كمل. مش شطار وروني. في عندك هنا كمان من ضمن الجمل اللي جت الجمله رقم 25. he wanted to know، هو عايز يعرف. بص الجمله دي. في عندك هنا الكلمتين دول منذ متى. يعني ايه منذ متى؟ في عندك هنا يا اما since when، since ايه؟ يا اما for how long. دي مع الاثنين معناهم منذ متى، منذ متى، بس الفرق ان مع since بنستخدم when، لكن مع for how التفاصيل دي عمرها ما هتيجي في الشرح، لا هتلاقيها في شرح ولا